السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده باذن الله احنا هنعمل معاكم الفطار بتاعنا عباره عن ايه؟ عن السمك الصغير ده، وهنعمل صينيه رز طماطم، شويه رز صغيرين دول هنعمل صينيه محندقه كده. والسمك الصغير ده برضو احنا اصلا بنحب السمك ده وما بنحبش الا الصغير، ما بنستطعمش الا هو. فاحنا هنشوي السمك ده ونملحه وهنعمل صينيه رز. انا كده كده هولع الفرن، فاحنا هنعمل ايه؟ صينيه رز انا عملته معاكم مره قبل كده بس كان على البوتاجاز، الرز بطماطم ده هي نفس الطريقه بس احنا هنعمله في صينيه يبقى جميل جدا. ومعايا الدقه بتاعه السمك لما كنت عملت معاكم دقه الثوم الاخضر اللي كنت عاملاه في هريسه، مقلباها مخلطاها في الهريسه في هريسه الشطه وحطيته في الفريزر. هنطلع منه ناخد حته عشان نعمل الدقه، يعني الحاجات اللي بتتفرز بتنفع، الحاجات اللي بتخزنها بتنفع. احنا دلوقتي هناخد، يعني انا النهارده عندي صلصه طماطم اللي انا كنت عاملاها معاكم برده من ضمن التفريزات، هناخد منها مش هقلي الرز. انا يا دوبك هصفر البصله بس على البوتاجاز، وهناخد كبشتين طماطم اللي انا كنت مفرزاها معاكم، وهناخد توم اللي احنا كنا مفرزينه. يعني الفيديو سهل وجميل، خليكم معانا. ويا ريت اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، فعل زر الجرس يوصلوا كل جديد ان شاء الله. كده الدقه اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، التوم الاخضر لما عملناه هو اخضر وقلبنا عليه ايه؟ الهريسه بتاعت الشط. شايفين انا مطلعاها وهي متجمده، شايفين جامده ازاي؟ هو انت بتطلعيه وهو متجمد عشان ما تبوظيش بقيه التوم اللي متفرز معاك. مش بستنى لحد ما تفكه، لا، انا بطلعها كده بسكينه او بمعلقه، تروحي كحته كده مطلعه معلقتين وتطلعي بقى دي معاكي تفك كده على الرخامه. انما التاني بدخله وهو متجمد عشان ما يجرالوش اي حاجه ولا يتغير. هي دي ايه؟ عشان تضمني سلامه. كده انا حطيت ميه على الدقه اللي انا طلعتها من الفريزر، فكت في ثواني هي. ودي الصلصه بتاعتنا اللي احنا كنا ايه عاملينها مع بعض، هناخد منها عشان نعمل الرز اهو. بحط كبشه كده تكون نضيفه او مغرفه عشان ايه الصلصه تفضل اطول فتره ممكنه ما تبصي مني اهو. دول كفايه قوي على صينيه الرز. ليه؟ لان عارفين معلقه منها بطبق طماطم من اللي هي البيوريه دي. هنغطي تاني وارجعها تاني التلاجة. هروح بقى نقلي الرز. كده انا حطيت البصل على البوتاجاز اهو، قطعت بصل وحطيت عليه زيت. البصل هيصفر هنزل عليه بالصلصه. طبعا الصلصه يعني جاهزه مستويه، فمش بعد ما البصل يصفر واحط الصلصه مش هيقعدوا 7 دقايق مع بعض. يا دوبك ايه الصلصه تاخد من البصل كده واخدوا يدوا مع بعض، واروح طافيه. يبقى كده الصلصه، واحط البهارات بتاعتي اللي هي ايه؟ الرز الطماطم بياخد فلفل اسمر، شويه كمون، سنه كزبره بس مش اكتر من كده، وشويه ملح. تظبطوا الملح بتاعك ونحط العيد ونحطه في احنا في الوقت ده البصل بقى مدهب اهون. هنزل بالصلصه بتاعتي كده بقوم 7 دقايق مش اكتر من كده. اروح نازله بالملح والبهارات واروح طافيه. ليه؟ لان هي اصلا متصلصه جاهزه، بس عشان ايه؟ تاخد من ريحه البصل وياخدوا يدوا مع بعض مش اكتر من كده. دلوقتي جه الوقت ان هنحط البهارات اللي هي الملح، سنه كزبره، سنه كمون، سنه ايه؟ فلفل اسمر اهم. بنقلبهم برضو ايه دقيقتين كده مع ايه قبل ما نطفي ان الصلصه تاخد من ريحه البهارات. وبعد كده ايه دقيقتين 2 وبروح طافيه عليه. كده ايه الصلصه بتاعتي خلصت، فاحنا ايه هنجهز صينيه الرز عشان ندخلها الفرن لان هي اللي هتاخد وقت اكبر. نفضي الصلصه كده ونقلبها بقى في الرز الخلطه الجميله دي. نقلب كويس. هو كده ما عادش عايز حاجه، هنزوده بس العيد بتاعه اللي هو زي ما بتحطوا الرز المعمر لبن عيده وميه برضه بنحط ايه؟ بنكمل بقيه العيد ده ميه. بس اول الخلطه دي نقلبها في الرز كده عشان يبقى متطعم وجميل. هنزوده ميه وانا ولعت الفرن يسخن عشان ايه صينيه الرز دي اللي هحطها الاول على ما اغسل السمك كده واجهز الرده وحاجتي. وبعدين ايه نبقى نقعد نشوي السمك بقى. ممكن نشويه جنبه منه في الفرن او نستنى عما الرز يطلع وبعدين ايه نبقى نشويه اهو. حط بقى العيد ده بالنظر يا جماعه، عقله صابع كده يعني مقدار العقله بتاع ايدك كده. الرز ده بالنظر بيبقى جميل جدا، جربوه. للي ما يعرفوش انا عملته معاكم من اول للاخر. وهو اكتر بيليق جنبها، اكتر حاجه بيليق معاها يعني السمك المشوي. وعادي بتعملي جنب مقلي، جنب بوري، جنب بلاميطه، بيبقى جميل اهو. هي كده ما عادش عايزه مني حاجه ولا احط لها اي حاجه بقى. كده صينيه الرز في الفرن اهي، ولقيتها مايله مميله يعني، فعشان تبقى مظبوطه حطيت مفتاح الانبوبه عشان الصينيه تظبط، لان دي صينيه صغيره ومش مظبوطه في الفرن. انا بقى على ما الرز لازم يتحط على النار عاليه زي ما انتم شايفين كده، الشعله كلها مولعه عفوا عاليه
النار عاليه في الاول، وبعد كده اما يبتدي يغلي عشان ما يفورش نروح موطيين. هغسل السمك عما الرز بتاعنا يغلي وارجع لكم عشان نشوي. كده بقى الرز في الفرن والنار عاليه، والسمك عايز نار عاليه برده. هعمل حبه بحبه حوالين ايه الصينيه كده. هاخد الحبه دول يعني على المطرحه كده، احطهم في الفرن واشوي حبه بحبه حوالين ايه الصينيه، وتبقى نار واحده. كده انا حطيت السمك اهو ناحيه هنا وناحيه هنا، هشويهم بقى واطلعهم واملحهم. وهو كده السمك والرز عايزين في الاول نار شديده والفرن حامي، وهيتشووا معايا باذن الله. هنطلع بقى اللي لون واستوى كويس، هنطلعه عشان نملح السمك اهو. بسم الله ما شاء الله، الدقه دي جميله. هو التوم فك اهون واخضر زي ما انا كنت عاملاه بالظبط، ولا غير ولا حاجه. ليه؟ لان الفريزر لازم يكون الفريزر تتلجه كويس. شايفين شاربه من التتبيله وجميله ازاي. نحط هنا يكون معاكي مثلا بلاستيكه لها غطا، والاضمن حاجه سيليستين ولها غطا زي دي كده، منه بيفضل ساخن لحد ساعه الفطار، ولا يجلد ولا يحصل له اي حاجه. حبايب قلب السمك اهو البخار طالع منه، اغطي عليه عشان يفضل ساخن لحد وقت الفطار باذن الله. والرز في الفرن رز بطماطم بيتردد، وطيت عليه خالص. ودي هنعمل ايه؟ هنجرح صيامنا ان شاء الله على عصير جوافيه. فانا قطعتها كده، هنغسلها بقى، هنضربها ونصفيها، وعلى ما الرز يتردد ونجهز حاجتنا. كده الرز بتاعنا استوى بسم الله ما شاء الله، هو نشف خالص. هطلعه بقى كده بقى المغرب جدا وهنفطر ان شاء الله. ده كان عندي طبق بتنجان، ودي السمك، ودي الرز بطماطم جميله اهون، ودي مخلل، وده العيش بتاعنا. وتفضلوا معانا، ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينسناش بالدعم واللايك والاشتراك، ويوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.